جنوب افريقيا في انتظار مباراه الغد. طبعا ناميبيا وجنوب افريقيا الكل كان يامل في رده فعل اكبر بانتصار اليوم، لكن على الاقل نقطه بعد البدايه الصعبه في المباراه و10 دقائق اولى هدف للمنافس تخليكم على الاقل تنهيوا البطوله بشكل افضل. الحمد لله قبل كل شيء الدور الاول، لانه نتفائلوا انه المنتخب التونسي يكمل ان شاء الله. ان شاء الله هذا اللي نتمنوه. يظهر لي اهم حاجه اليوم شفنا رده فعل. المنتخب اليوم التونسي كان على الاقل كنا افضل من المباراه الاولى على كل المستويات، من الناحيه الذهنيه خاصة من الناحية البدنية اللي يهمني أنا. دونك اليوم شفنا انتعاشة أفضل من المباراة الأولى على مستوى الرغبة، على مستوى الروح. المنتخب التونسي ظهر بروحه كبيرة برشا. كنا نحبوا على 3 نقاط نعرفوا اللي هي اللي تزيد تنعش الأمال نتاعنا إن شاء الله باش نتعداو من المجموعة هذه. عملنا شوط أول محترم جدا، خلقنا العديد من الفرص كما كنت تحكي أنت، حتى رغم قبولنا للهدف اللي ما كانش حاجة سهلة، لكن يظهر لي ردة الفعل ظهرت قوة شخصية المنتخب التونسي. خلقنا بعض الفرص الأخرى كنا قادرين نحطوا الفارق. الشوط الثاني يظهر لي كان متوازن، لعبنا ضد منتخب زاد يزلنا نذكره ممتاز جدا، عنده إمكانيات فردية وخاصة من الناحية البدنية مهمة. عرفنا كيفاش نتحكموا في نسق المباراة. يمكن 15 دقيقة الأخيرة كان ثم شوية ضغط. حابين على 3 نقاط، ما جاوش 3 نقاط، جات نقطة تخلي أمالنا مازال ومصيرنا ما بين يدينا. إن شاء الله نعملوا ردة فعل أقوى في المباراة الثالثة ونحققوا الانتصار اللي يخلينا نمشيوا لبعيد إن شاء الله. طبعا ال3 أيام الأخيرة ما كانت سهلة على الجهاز الفني، على اللاعبين، على معسكر المنتخب التونسي، لأنه الخسارة كانت موجعة. اعتذرتوا للجمهور التونسي كمدرب كلاعبين، وركزتوا داخل المعسكر، وايضا فنيا قمت بتغييرات كوتش واعطوا اكلهم مقارنه بالمباراه الاولى. قبل كل شيء ديما نذكر ونقول اللي المنتخب التونسي يعيش في اجواء ممتازه جدا. احنا مسؤولين على الجو الداخلي، المحيط الداخلي للمنتخب بيعيش مع بعض، وعندنا مده المجموعه هذه موجوده، ثم ثقه، ثم روح كبيره موجوده ما بيناتنا. هذا اللي نسميه انا اكبر مكسب للمنتخب. صحيح من حق ديما نذكر الشارع التونسي والجماهير التونسيه باش تكون متقلقه. حبهم في المنتخب هو اللي يخليهم يكونوا قاسيين شويه علينا. الحمد لله. ثم خساره ضد ناميبيا جلال، وانت بيدك اعتذرت من الجمهور التونسي، موجعه مهينه حتى لتاريخ الكره التونسيه وللمنتخب هذا، واليوم شفنا وجه افضل. هذا اهم شيء. ما ثماش هزيمه مهينه وهزيمه مش مهينه، هي هزيمه في نهايه الامر ما حبيناهاش تصير. اليوم عملنا رده فعل. مازال امامنا مباراه لازمنا نركزوا عليها، ما عندناش برشا وقت، هذا اهم شيء. كيف ما قلت المنتخب يعيش في رغم الضغوطات الكبيره، رغم الاجواء الخارجيه يمكن ما هيش تساعد فينا برشا. نحاولوا الاطراف الكل باش نخليوا روحنا مركزين على الجو الداخلي، وان شاء الله ربي يوفقنا في المباراه القادمه. طبعا المباراه القادمه باش تكون مهمه في انتظار نتيجه الغد بين ناميبيا وجنوب افريقيا. اكيد مهما كانت النتيجه تاع المباراه الاخيره ما عندنا حتى خيار، لازمنا نحققوا الا 3 نقاط اللي تخلينا معناتها نحققوا النتيجه المرجوه. دونك باش نركزوا اكثر على مجموعتنا وعلى فريقنا، وان شاء الله كيف ما حكيت لك اهم شيء تكون الفورمه حاضره والانتعاشه حاضره للمباراه القادمه ان شاء الله. هذا اليوم افضل من المره اللي فاتت، ان شاء الله المره الثالثه تكون ثابته ويكون الترشح. جلال بالتوفيق. شكرا، بارك الله.